أهلا بك يا عزيزي المشاهد في كورس سنة جديدة، خطة جديدة في 30 يوم، الجزء الثالث. كما عارفين كاملين أن السنة الجديدة راها دخلت، ولكن خليني نكون معك صريح من الاول الفيديو، ماشي كل عام جديد هو بداية جديدة. بزاف الناس كيدخلوا سنة جديدة بنفس العقلية القديمة، بنفس العادات ونفس التشتت، ومن بعد كيتفاجئوا ان العام داز وما تبدلت فيهم حتى شي حاجة. المشكل ماشي في الوقت ولا في الحظ ولا في الظروف، المشكل هو انك عايش بلا اتجاه واضح، الحياة بلا اهداف، بحال سفينة بلا بوصلة، كتحرك وكتمشي ولكن ما عمرها ما غتوصل. دابا خليك معايا وخلينا نهضروا علميا بلا فلسفة زايدة ولا لغة خشب. حيت الهدف كيخدم بحال الفلتر ديال العقل، كيخليك تعرف شنو المهم وشنو اللي غير مضيعة ديال الوقت. الا ما كانش عندك هدف واضح غادي تضيع غير طاقتك في حوايج ما عندها حتى قيمة في الحياة، وغادي تقول انا راه خدام ولكن في الواقع راك غير مشغول صديقي. الخطأ هو انهم كيديروا لائحة كبيرة وطويلة، 10 ديال الاهداف، 15 هدف كلها كبيرة وعامة وما واضحاش، اذا العقل كيغرق، الحماس كيطيح، العام كيسالي وبلا نتيجة. الحل قلة مع الوضوح صديقي، اهداف بسيطة تكون واضحة وعامة وصافي. دابا حبس الفيديو الا بغيتي وخذ واحد الورقه وستيلو وسول راسك هذا السؤال بكل صدق: شنو الحاجه الوحيده الا تحققت هذا العام غادي تغير حياتي فعلا؟ وماشي شنو اللي باغي الناس، وماشي شنو اللي باين زوين، ولكن شنو المهم ليك انت. كتب هدف واحد فقط، هدف كبير ولكن واقعي. نديرو واحد المثال: نطور مهارة تجيب لي دخل، نحسن صحتي ونسترجع طاقتي، نبني انضباط ونظام في حياتي. اي هدف ما مقسمش صديقي كيبقى غير حلم، وما اجمل الاحلام تبقى فكرة فقط. دابا خذ الهدف ديالك صديقي وقسموا له 3 ديال المستويات. ما شنو بغيت تحقق هاد السنة، شنو محتاج في هاد 3 شهور، شنو نقدر ندير في هاد الاسبوع. نعطيك واحد المثال: الى الهدف ديالك هو تطوير مهارة مثلا، هاد الاسبوع ساعة يوميا تعلم او تدريب. هنا الهدف كيولي قابل للتنفيذ، ما كتخليش كفكرة جميلة، كتحطو كفعل وغتبقى تطبقو كل نهار. الهدف اللي ما عندوش وقت غير فكرة جميلة، ماشي الضرورة تكون دقيق بزاف، ولكن خاصك تقول هاد الشي بغيتو تحقق قبل نهاية السنة او خلال 6 شهور. الوقت كيخلق الضغط صحي وكيخلي العقل يخدم بجدية. هاد النقطة هذه قوية بزاف. سول راسك صديقي: علاش بغيت نحقق هاد الهدف؟ علاش؟ ولا شنو غادي نخسر الا بقيت بحال هكذا؟ واش نقدر نتحمل عام اخر بنفس النتيجة؟ الالم صديقي هو الوقود، الاستمرارية والمعنى هو اللي كيرجعك للطريق من الحماس كيطيح. انا صديقي من قلت لك الحماس ولا ذكرت لك الحماس في شي مواضيع، وكنقول لك ان الحماس هو اللي غادي ينجحك، بل الانضباط صديقي. بغيتي فيديو على الانضباط راه حاطه في القناة، رجع شوفوا. ما حدنا خرجنا على الموضوع، خرجنا غادي نخلي لك واحد الجدول باش تشوف حياتك من منظور اخر ومن فوق كي كتعيش. غادي نخليها لك في الوصف باش تدخل تانستاليها. وما تنساش راه كل شيء فور فري، ما نحتاج منك حتى حاجه الا الدعم ديالك صديقي. الحماس غادي يجي ويمشي، هادشي طبيعي، هذه هي الحاله ديالو الحقيقيه، ولكن اللي كيوصل هو اللي كيبني نظام بسيط، وقت ثابت في اليوم، خطوة صغيرة بلا تفاوض مع النفس، حتى 30 دقيقة يوميا
كتغلب 5 سوايع مرة في أسبوع واحد. الاستمرارية أقوى من أي انفجار مؤقت. مثلا صديقي، أنا اليوم موتيفي غادي نوض نتعلم اللونجلي 20 ساعة. راه قلت ليه لا خويا عييت صافي البارح خدمت بزاف، يعني شهر غنحبس. هنا هذا خير ماشي استمرارية، هذا راه فقط انفجار مؤقت. مرة وحدة صديقي في الأسبوع، وقف راسك وسول شنو درت، شنو ما درتش، شنو خاصني نصلح، وشنو الخطأ اللي طحت فيه. وما تعاتبش راسك ولا تغوت، كون غير صادق وصافي. لا تذكر صديقي، الاهداف ما كتنجحش بالكمال، كتنجح بالوعي والتصحيح. هاد السنة ما خاصهاش تكون مثالية، خاصها تكون غير واعية. حدد هدفك وقسمه، وبدا خطوة صغيرة اليوم وكمل حتى ملي ما تحسش بالرغبة. راك ما محتاجش تكون خارق للطبيعة، غير خاصك تكون ثابت. العام الجاي غادي يكون نتيجة قرارات صغيرة يا صديقي، اللي غادي ديرها من دابا وغتبداها من دابا. والى هنا يا صديقي انتهت افضل جرعة من الدوبامين. نلتقي في جرعة قادمة ان شاء الله.